إخوان نحن مسافرون. يا أخي إذا زاد الشيطان عليك اعمل زيارة للمقبرة، اعمل زرها وتذكر، وستجد فيها أناس أنت تحبهم، وأبوك قد سبقك إليها، وأمك إليها، وإخوانك إليها، وسيأتي الدور عليك. زرها يا أخي. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد كنت نهيتكم عن زيارة المقابر، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وتخيل نفسك في القبر وحيدا، لا مال ولا أهل ولا زوجة ولا أحد، ولا بيوت ولا قصور ولا فلوس ولا عمارات ولا أغاني ولا معاصي ولا شيء معك. عملك معك في قبرك. استغلها بالله، لا تضيع وقتك بالله عليك، وقت غالي، وقت غالي. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الدنيا شغلتنا يا اخوان، شغلتنا، اصبحت اكبر همنا، مبلغ علمنا ليل نهار للدنيا. لن نعيش فيها كثيرا ايها الناس، سنودعها يوما ما، سنتركها ببيوتها وقصورها بكل ما يوجد فيها. يا ايها الناس خذوا العظة والعبرة ممن سبقكم، إن من لم يعتبر بالموت وموعظة الموت لا وعظ بغيره. فالواجب أن يشحذ هممنا في الإقبال على الله. من كان مقصرا يرجع، حاسب نفسك. إلى أين يا فلان؟ اجلس مع نفسك. كفاك أغاني وضياع، كفاك ضياع، كفاك ميوعة. ضيعت من عمرك 20 سنة. كم بقي لك يا أخي حتى يأتيك الموت؟ أتظن أن الموت سيأتي ويطرق عليك الباب ويعطيك ورقة ستموت في يوم الخميس؟ لا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير.